الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع النبيين ليسما محمدا خاتمهم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. بيع خليج أبو سومة على البحر الأحمر. هل بقت سياسة مصر يا جماعة كل سنة نبيع حتة أرض وجهة على السواحل المصرية؟ يعني السنة اللي فاتت بعنا راس الحكمة، أفضل حتة على سواحل البحر المتوسط. السنة دي النهاردة بنوقع اتفاقية بيع خليج أبو سومة، والمكان ده يعتبر من أجمل المناطق على البحر الأحمر، على شواطئ البحر الأحمر تحت الغردقة على طول يا جماعة. حتة كده زي اللسان كده، عبارة عن جزر، مجموعة جزر تتكون من 2380 فدان. النهاردة وزير المالية ورئيس الوزراء الجميل وقعوا اتفاقية بيع هذا الخليج إلى شركتين، شركة إماراتية وشركة سعودية، بكام؟ ب20 مليار دولار. طيب تمام، هل احنا كل سنة هنضطر نبيع سواحلنا كده ولا ايه اللي بيحصل؟ طب السنة اللي فاتت بعنا راس الحكمة 35 مليار دولار عشان كان في أزمة، وأزمة المواني اللي حضراتكم عارفينها، وأزمة الاقتصادية وأزمة السلع والكلام ده كله والدولار. هل راس الحكمة أو صفقة راس الحكمة السنة اللي فاتت حلت أزمة ولا الأزمة زي ما هي؟ بدليل ان احنا بنبيع برضو السنة دي. طب هل الدين طويل الأمد ده هو السبب؟ طب ليه الدين بينزلش؟ يعني السنة اللي وزير المالية نفسه طالع النهاردة في المؤتمر بتاع بيع راس أبو سومة بيقول لك خلال السنتين اللي فاتوا الدين المصري الخارجي نزل 4 مليار دولار فقط. طب بقية الفلوس دي بتروح فين يا جماعة؟ يعني صفقة راس الحكمة ال35 مليار، في مليار منهم واحد بس داخل البنك المركزي؟ مفيش مليار داخل البنك المركزي. طيب في مليار فيهم، مليار جنيه، بلاش مليار دولار، في مليار جنيه فيهم انت كمصر، انت شايف المصريين عملت بيهم مدرسة؟ يعني المفروض الفلوس دي ارضنا، ارض المصريين، المفروض المصريين يستنفعوا بالفلوس دي. الفلوس دي بتروح فين؟ انا مش فاهم. يعني انت ما عملتش مدرسة واحدة؟ يعني المفروض الفلوس دي في كل بلد تعمل مدرسة حكومية، مش مدرسة خاصة. الفلوس دي فلوس البلد، مش فلوسك انت كوزير ولا غيره ولا غيره. الارض دي ارض المصريين كلهم، لازم المصريين كلهم يستفيدوا من الفلوس دي. مش هقول لك وزع هنا فلوس او وزع على المصريين فلوس، ابني مدارس للمصريين. مش تقول لي هعلم المصريين اللي جايين، الاجيال اللي جايه يا جماعه هتتعلم بعد كده في الجوامع. فين؟ مفيش مدرسه تتبني جديده ولا في مركز في مصر. ليه مفيش مستشفى جديده بتتبني في ولا مركز في مصر؟ طب الفلوس دي بتروح فين؟ ما تقوليش ديون، انت اللي عملت الديون دي والديون ما بتنزلش. يعني يا ريتك بتاخد الفلوس دي بتسد بيها الديون، الديون ما بتنزلش ليه؟ طب الفلوس دي بتروح فين يا جماعه؟ هل احنا كل سنه كل ما تتزنقوا عشان الدولار تبيعوا سواحل مصر؟ وبعدين ايه بيع سواحل مصر؟ ده حاجه جديده يا جماعه. احنا بنبيع سواحلنا ليه؟ وانضف اماكن على السواحل بتاعتنا بنبيعها. ما تقنعنيش ان انا وانت هنروح الاماكن دي. ده الليله الواحده ب30,000 جنيه. يعني ما فيش مصري ما هيروح الاماكن دي بعد كده. طب الاجيال اللي جايه دي يا جماعه هتعمل ايه؟ احنا عمالين نبيع اراضينا واراضيهم اهو، ومفيش ولا مدارس بتتبني ولا مستشفيات بتتبني ولا خدمات بتستحسن. بالعكس، ده المفروض الفلوس دي كلها تخليك ما تحاسبش المصريين على بند زي الكهرباء مثلا. ما هي دي فلوس المصريين، ما انت لازم تقدم للمصري عائد من الفلوس دي. شيل الكهرباء، شيل فواتير الكهرباء عن المصريين، خليهم يفوقوا شويه. ولا انت مش عاوز المصريين يفوقوا؟ انت مش عايزنا نفوق. انت حكومه فاشله، حكومه فاشله. الخضره في ايديكم ناشفه، اقسم بالله الخضره في ايديكم ناشفه. انتوا لن تصلح مصر معكم ايها الوزراء الفاشلين. انت كل شويه هتطلع. يعني انا مش فاهم ايه بيع السواحل المصريه دي يا جماعه.
يا جماعة احنا عمرنا في حياتنا ما شفنا كده، يعني حسني مبارك، عاطف عبيد، احمد نظيف، بطرس غالي. الناس دي كان في عناوين الفساد في عهدهم، كان في عناوين للفساد، بس كان في حدود، كان في حدود للفساد ده. احنا الفساد بقى طاغي، الفساد بقى عيني عينك، ومفيش حد بيحاسب. حتى مجلس الشعب اللي هو بيمثلنا ما بيعملش شيء، بيجي برضو على مزاجهم. احنا ما نعرفش، انا واحد من، انا ما اعرفش مين في دايرتي في مجلس الشعب، ولا حد فيكم يعرف مين في دايرته في مجلس الشعب. الناس دي متفصلة عشان كده. انتوا عايزين تودوا مصر فين يا جماعة؟ يعني انتوا فعلا دلوقتي في مصر موازية، في مصر الفلوس دي بتروح لمصر الموازية، ما بتروحش لمصر الأساسية اللي احنا منهم. علشان كل سنة نبيع حتة أكتر وأجمل أراضي على سواحلنا، والشعب ما بيستنفعش بيهم بشيء، والفلوس دي ما بتأثرش على السوق المصري ولا بتأثر على النمو المصري. انت يا باشا اعمل مصانع، اعمل انتاج، البلاد بتتقدم بالانتاج. قمة شنغهاي اللي كانت شغالة في الصين الأسبوع اللي فات، اللي راحها رئيس الوزراء المتين بتاعنا، الناس دي كانت رايحة تتكلم في إيه؟ تتكلم في استثمار حقيقي، تتكلم في استثمار حقيقي. رئيس دولة أو دولة عظمى فعلا، رئيس دولة يقول لك أنا هبعت لك أسمنت، أنا هبعت لك أسمدة، أنا هبعت لك حديد، أنا هبعت لك مستلزمات طب. بيتكلموا في الإنتاج. محدش فيهم رجع، ومحدش فيهم بيتكلم في بيع أراضي، محدش فيهم رجع باع حتة أرض من أرضه في بلده. ده مش استثمار، ده بيع. أنا عندي حتة أرض عايز أستثمرها، أروح أبيعها لمقاول، أنا كده بستثمرها. المقاول هيعمل فيها اللي هو عايزه كله، لان ده هو اللي بيستثمر مش انا اللي بستثمر. انا كده ببيع الارض مش بستثمر، ليس له اي علاقه بالاستثمار. حتى الفلوس اللي بتيجي من بيعي دي انا ما اعرفش هي بتروح فين، ولا دين بينزل، ولا خدمات بتتحسن، ولا تعليم بيتحسن، ولا صحه بتتحسن، ولا بتبني مستشفيات، ولا بتبني مدارس، ولا بتعمل طرق للاقاليم. انا بتكلم عن المصريين اللي هي مصر اللي احنا منها، مش مصر الموازيه. مصر اللي احنا منها لا تستنفع بأي شيء من الفلوس دي. فهنا فعلا في اتنين مصر في البلد، في مصر موازية وفي مصر حقيقية اللي احنا منهم. طب انتوا تعرفوا ان هم دلوقتي بيخلوا كورنيش ماسبيرو، وعاملين خطط وعاملين خرائط للكلام ده كله، برضو كاستثمار بتاعهم اللي هم بيسموه استثمار. ماسبيرو ده في وسط البلد زي ما انتوا فاهمين، وعاملين الخطط وعاملين خرائط. ابراج 40 دور، كل برج 40 دور، كومباوند كبير. دلوقتي بيخلوا الناس من السكان في قطعة ماسبيرو دي عشان يبنوها على النيل. طبعا حتى القطعة دي على النيل، هيبنوها كومباوند كبير عبارة عن أبراج 40 دور. في الدور 26 عاملين كباري داخلية ما بين الأبراج وبعدها، عشان الناس ما تطلعش بره وتشوف العالم القذر المصريين دول. طبعا الناس دي مش مصريين، الناس دي هيبقوا عرب، اللي هيسكنوا في الكومباوند دول هيبقوا عرب وأجانب. تطلعش بره تشوف المصري الحقيقي، لا انت تنقل جوه الكومباوند. عاملين لهم كباري داخليه بتوصل الابراج ببعضها، وتحت طبعا في المولات وفي الجراشات وفي بلد جوه بلد، في وسط بلدنا على النيل، هيكون انضف احلى مكان في القاهره. فما تقوليش مصر دي مصر الموازيه اللي احنا بنتكلم فيها. مصر الموازيه اللي بتاخد الفلوس وبتاخد الدولارات وبتبيع السواحل اللي هي انضف السواحل بتاعتنا، سواء على البحر الاحمر او المتوسط. احنا بلدنا يا جماعة مش بلد فقيرة، اقسم بالله مصر ما هي فقيرة. مصر احسن دول العالم، وموقعها الجغرافي وموقعها التاريخي تاريخيا، وموقعنا اقليميا. احنا حتة الجاتوه اللي في المنطقة يا جماعة، عشان كده هما بيتهافتوا علينا، بيتهافتوا اللي هما بيشتروا اراضينا وبنبيعها بالرخيص، وبنستفدش من بيعتها دي، ولا الدين بينزل، ولا احنا كمصري او انت كمصرية بتحسي او بتستفيدي من بيع المناطق دي او من بيع الاراضي دي. احنا عاوزين نفهم، احنا عاوزين نفهم ايه اللي بيحصل في بلدنا. ان بصراحة الوضع بقى مقزز، مفيش حاجة بتأثر في السوق المصري، سواء بعت ما بعتش. عليك مع ملاك. احنا يا جماعة انا مش فاهم بصراحة ايه اللي بيحصل في البلد. انا راجل شغال في السوق في العقارات. تخيل يا مؤمن، انت بقى عندك اكتر من 1750 شركة اماراتية في السوق المصري. انت متخيل العدد؟
طب الكلام ده بيأثرش بالإيجاب ليه على السوق المصري؟ لأن الشركات دي خيرها بيروح لبلادها، ما بيروحش لمصر. خير الشركات دي اللي هم بيشغلونا عندهم احنا كموظفين مصريين، انت كمهندس، انت كفني، ايا كان، انت كعامل، انت كفني، تشتغل في الشركات دي بيحاسبك بتقييم الحكومة المصرية لك. نفس الشركة دي لو رحت اشتغلت فيها بره، هو بيحاسبك بتقييم شركته هو لك. هنا بيحاسبك بتقييم حكومتك لك، طبعا بالمرتب الأقل. فانت احنا كمصريين او الاقتصاد المصري، عشان كده الاقتصاد المصري ما بينموش، زيرو من 2011، واحنا نمونا اقتصادي زيرو من اللي بيحصل. وزارة الاستثمار ووزارة المالية ما بيطلعوش يقولوا لنا برنامج تخطيطي للأراضي اللي بتتباع دي احنا بنعمل بفلوسها ايه. الفلوس دي، الدولارات دي، المليارات من الدولارات دي انت بتوديها فين كوزير استثمار او كوزير المالية او كوزير تخطيط؟ الفلوس دي بتسمعش عند المصريين ليه؟ ليه المصريين ما بيحسوش بالحاجات دي في خدماتهم؟ احنا بس عايزين نفهم، لان اللي بيحصل ده يا جماعة يعني قمة المهزلة وقمة الضياع على أراضينا على الفاضي. وده ليس استثمار. أنا شايف من وجهة نظري إن اللي بيحصل ده مش استثمار، ده بيع لأصولنا وبيع لسوحنا. ودي حاجة جديدة على المجتمع المصري وعلى السياسات المصرية. ربنا يحفظ مصر وأهلها يا رب من كل سوء.